مكافحة الإرهاب وبالتعاون مع أبناء العشائر في منطقة الصوفية بالرمادي. تفاصيل إضافية في تقرير موفق مجيد. تمكنت قوة أمنية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب من قتل شاكر وهيب، أحد أهم قيادات تنظيم القاعدة في محافظة الأنبار، خلال عملية نوعية نفذتها بمساندة أبناء العشائر في منطقة الصوفية. جهاز مكافحة الإرهاب وفي اتصال هاتفي مع الحرة بيّن أن العمليات العسكرية في منطقة صوفية ما زالت مستمرة، وإنهم سيقومون بعرض الجثة حال انتهاء المعارك هناك. يذكر أن الحكومة العراقية خصصت وقتها مكافأة مالية تبلغ قيمتها نحو 50,000 دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات عنه. عمليات قتل واستهداف قيادات تنظيم القاعدة أو ما يعرف بداعش ستسهم بإرباك مخططات هذه التنظيمات، كما سيكون لها دور إيجابي في رفع معنويات القوات الأمنية في عملياتها العسكرية المستمرة. هذا ما تحدث به خبراء أمنيون، الذين أشاروا أيضا إلى أن مشاركة بعض عشائر الأنبار في المعارك ضد تنظيم القاعدة سيكون كفيلا بطرد هذه العناصر من المنطقة بشكل كامل. عملية قتل والتقاط قيادات داعش في العراق أنا أعتقد أنها سترتد إيجابيا على أقل تقدير فيما يرتبط برفع الروح المعنوية للمؤسسة الأمنية هناك التي تقوم بضربات وبحرب مفتوحة مع الإرهاب. أضف إلى ذلك أنه سيربك حسابات هذه التنظيمات المسلحة، سيما وأنها تعول كثيرا على مسألة تخفي قياداتها ومن ثم عدم التقاطهم كاقتناص وقتل من قبل المؤسسة العسكرية الرسمية. طبيعة الأحداث في الأنبار وطبيعة هذا الصحوة الثانية بالنسبة لأعشار الأنبار أعتقد أنها ستنطلق منها صحوات ثانية تعمل على التقاط داعش من أراضي المحافظات العراقية. من جانب آخر، قامت وزارة الدفاع بتوزيع أشرطة تظهر عمليات لسلاح القوة الجوية العراقي، وهو يستهدف عددا من المخابئ والسيارات وتجمعات لعناصر تنظيم القاعدة أو ما يعرف بداعش، حيث يظهر الفيديو صورا حديثة للضربات التي نفذها السلاح الجوي ضمن عمليات ثأر القائد محمد. القوات الأمنية أعلنت أيضا استعادة عدد من مراكز الشرطة في مناطق مختلفة من محافظة الأنبار بعد عمليات نفذتها بالتعاون مع العشائر. موفق مجيد، الحرة. وصف وزير حقوق الإنسان